في تاريخ السينما المصرية شفنا ثنائيات كتير بين مخرجين وكتاب زي وحيد حامد وشريف عرفة أو نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف. لكن من وجهة نظري في ثنائية استثنائية جدا في تاريخ السينما المصرية، وهي ثنائية المخرج علي عبد الخالق والمؤلف محمود أبو زيد. وده موضوع حلقة النهاردة. ليه أفلام علي عبد الخالق ومحمود أبو زيد من أهم أفلام السينما المصرية؟ هنتكلم عن ليه أفلامهم مع بعض كانت مختلفة وليه أفلامهم مع بعض من كلاسيكيات السينما المصرية. لو جينا نبص على الأفلام اللي كتبها محمود أبو زيد وأخرجها علي عبد الخالق هنلاقيهم 5 أفلام: العار، الكيف، جري الوحوش، البيضة والحجر، وآخرها كان عتبة الستات. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن الأفلام الأربعة الأولى. لو جينا ندور ليه الأفلام دي من الكلاسيكيات هنلاقي إن إجابة السؤال ده هي نفس إجابة سؤالنا. نقدر نقول إن الإجابة تتلخص في 3 أسباب. الأفلام دي ناقشت مواضيع زي الطمع، القدر، المخدرات، الدجل والشعوذة. مواضيع تم استخدامها لطرح أسئلة فلسفية كتير مهمة زي: هل ممكن الإنسان يضحي بمبادئه وأخلاقه عشان الفلوس والمظاهر؟ هل الفن ممكن يبقى وسيلة لتدمير المجتمع؟ وهل لو النية خير، هل ده يبرر إننا نعمل حاجة غلط؟ هل يحق للإنسان إن يتدخل في إرادة ربنا والقدر باستخدام العلم؟ ليه البشر بيسلموا عقلهم للدجل والشعوذة؟ وهل الناس بتدور على الحقيقة ولا بترتاح أكتر للوهم اللي بيديهم أمل أو يريحهم؟ أسئلة بتعرفك إن الأفلام دي مش مجرد أفلام هتشوفها وبعدين هتنساها، بتخليك تدرك إزاي اختيارات الإنسان هي اللي بتحدد مصيره في الدنيا. وعشان كده نقدر نقول عليها أفلام متكاملة جمعت بين المتعة وتوصيل الرسالة. كيمياء فريدة من نوعها بين مخرج يمتلك رؤية فنية متميزة ومؤلف بيكتب حوار عبقري مليان إسقاطات اجتماعية وفلسفية، وفي نفس الوقت الناس فاهمة من غير ما تحس إن الفيلم محتاج مترجم. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن كتابة محمود أبو زيد من غير ما نقول إنه بيختار أسماء مميزة جدا زي الدفاس وأبو دهشوم، رؤى، مزاجنجي، معلم البهص، عبد القرف، محروس ناننس، مستطاع، توالي، زباغ التيبي. وطبعا جمل ومصطلحات مميزة برضه زي امال كمان رايح فين؟ راح يفيش الهوامش. ايه؟ يفيش الهوامش. اول ما نشخلل الشخاليل ونشرمق الشواشي هتسرسق البصاري وهنشفك دغري. هنشفني؟ اسبجك بالسبيج، يعني احينك، اقبضك. ايه يا ابن الالفاظ دي؟ اعمل لك ايه بقى اذا كنت انت ما بتعرفش لغه؟ وغيرهم كتير. وأكيد ما ننساش المشاهد المميزة اللي الناس بتستخدمها لحد النهاردة زي إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالأصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات هتفقده طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها. وقيمه الشيء ملهاش سعر، ملهاش ثمن. في قيمه من غير ثمن. القيمة لا تقدر بثمن. تقدر تقول لي ثمن الحق كام؟ أو ثمن الخير كام؟ وده يودينا للسبب الثالث. رغم وفاة محمود أبو زيد وعلي عبد الخالق، إلا إن الأفلام الأربعة دي لسه حاضرة لحد النهاردة، لسه بتتعرض والناس بتشوفها وبتفكر فيها. الاتنين مع بعض نجحوا في صناعة فن يتجاوز عمر أبطاله ويعيش في ذاكرة الناس، يضحكهم ويصدمهم، يخليهم يفكروا حتى بعد مرور سنين. أفلام ورتنا إزاي في ناس ممكن تلبس طوب الفضيلة وتظهر في مظهر شيك قدام الناس، لكن هما في حقيقة الأمر عكس كده تماما. خد لك كاس. حد الله يا فندم، حضرتك عارف اني ما بشربوش. الشرب حرام وتجارة المخدرات مش حرام يا حجوجة. ورتنا إزاي الفن الهابط يقدر يسيطر على عقول الناس أسرع من أي مخدر، زي فيلم الكيف. لو سمحت توطي البلبودة شوية عشان عندي شوية صداع. سلامتك يا استاذ. شكل الله، مش ده برضو الشريط الجديد بتاع دوفا القياط؟ تمام يا استاذ. شريط اخر حلاوه. في مطرب اسمه دوفا القياط. مطرب جديد، ده حبيبي، حبيبي قوي. كان طبال وربنا كرمه، قلب على المغنى والبليه لعبت معاه. منه بقى بيدلع البليه ولا البيلي بيلي بقى. حلوه يا نخششه. وده برضه موجود النهاردة واحنا عايشين وسط السوشيال ميديا مليانة محتوى تافه وهابط. بنرجع نفتكر قد ايه الفيلم كان سابق عصره،
أفلام مش مجرد كلاسيكيات، لكنها بقت زي المراية اللي بتكشف نفس المشاكل اللي لسه عايشينها لحد النهاردة. ثنائية علي عبد الخالق ومحمود أبو زيد مش مجرد شراكة بين مخرج وكاتب، دي كانت مواجهة صريحة مع المجتمع. أفلامهم طرحت أسئلة صعبة وكسرت تابوهات، وقدمت شخصيات لسه عايشة في وجدان الناس لحد النهاردة. وده اللي بيأكد إن الفن ما بيموتش مع صاحبه، بالعكس ده بيعيش ويكمل ويأثر في الناس في أي زمن. الكيمي كيميكا والكيمي كيميكا والكيمي كيميكا.